السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اخواتي، فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ضمن تحضيرات رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة وكل متمنيات يا ربي. غادي نشارك معكم طريقة ديال السلو او السفوف، طريقة مكناسية على حقها وطريقة خديتها من عند الوالدة ديالي الله يخليها ليا يا ربي. طريقة اللي معتمدة عندها دائما، كيجي رائع معلك بنين ما تشبعوش منه. ان شاء الله تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا على جميع الاسرار، باش يجيكم بهذه التعليقه وفرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. غادي نبدا معكم مباشرة في الطريقة. ما شاركتش معكم المراحل من الأول لأن تبارك الله المغربيات كاملين راهم عارفين كيفاش يديروا، يعني من الأول يعني كنقيو كلشي، كنغسلوا كلشي، كنحمروا المكونات كاملين. عندي هنا أول حاجة غادي نخلط هادشي في واحد العلبة أو هكا في واحد البواطة، لأنني غنصيفطو للطاحونة باش يتطحن، ما غاديش نطحنهم في الدار. خديت هنايا عندي في المجموع 2 كيلو ديال الزنجلان. خديت هنايا نص كيلو خليته صحيح غادي نضيفه في الاخير، وكيلو ونص غادي نضيفه هنايا باش غادي يتطحن. خديت الزنجلان غسلته نقيته عادي، حمرته في الكوكوط مع واحد معلقه ديال الزيت، كيعطينا واحد التحميره اللي رائعه وكيجي واحد المذاق اللي زوين بزاف. عندي هنا 2 كيلو ديال الكاوكاو، كيلو ديال الكاوكاو بلدي وكيلو ديال الكاوكاو الرومي. خديت داك الكاوكاو الرومي قليته في الزيت، وكاوكاو هذاك الكيلو الاخر ديال البلدي حمرته في الفران وحيدت له القشره ديالو. خديت منهم واحد نص كيلو غادي نهرمشو، وكيلو ونص ضفتو هنايا على هذاك الزنجلان. عندي هنا واحد 5 دراهم ديال زريعه الكتان اللي حتى هي ما مغسولاش عفوا، لان كتطلق داك الماء ديالها ما كتغسلش، غير كنمسحوها مزيان، كنقيوها وكنحمروها وكنطحنوها ونغربلوها حتى كترجع لينا بودره بحال الطحين. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال حبه حلاوه حتى هي منقيه ومطحونه بودره ومغربله. وعندي 2 معالق كبار ديال النافع حتى هو يعني كيتنقى ويتحمر وكيتطحن مزيان ويتغربل. 2 معالق كبار ديال النافع مع 2 معالق كبار ديال حبه حلاوه. غادي نضيف هنايا واحد نص كوزه، غير النص فقط، ما كنضيفش الحبه كامله، غير النص ديالها. وهنا كيبقى لكم الاختيار، ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، يعني ما تكثروش منها فقط. غادي نضيف هنا واحد 2 معالق كبارين ديال القرفه حتى هي كتكون يعني مطحونه، وكنغربلوها يعني تكون غير البودره ديالها. من الاحسن هكا طحنوها على اليد باش كتعطيكم المذاق ديالها زوين. ما تكثروش بزاف يعني من هذا الشيء باش ما تكونوا تاكلوها كسلو، ما كتبقاوش تنسموا غير المذاق ديال هاد الاعشاب اللي كنديروا، يعني ديال هاد الزرارع. كندير هنايا واحد 8 د الحبات ديال المسكه حره اللي خديتها، دقيتها هكا مع واحد معلقه صغيره ديال السكر باش كترجع لينا هكايا بودره. وعندي هنا واحد معلقه صغيره ديال الملح، الملح عادي ضروري يعني منها. صافي هاد المكونات كاملين كنخلطهم مع بعضياتهم، وغادي نصيفطهم هكايا للطاحونه يتطحنوا ليا مزيان مزيان حتى كيتعلكوا. نتوما تقدروا تطحنوا غير في الدار. عندي هنا كيلو ديال اللوز، ما غاديش نضيفو يعني دابا، غادي نخليه حتى من بعد عاد غادي نضيفو، وغادي نصيفط هادشي يتطحن. صافي هنايا من بعد ما طحنت دوك المكونات كاملين حتى كيتعلكوا، عندي هنا في واحد القصريه غادي نحتاج الدقيق اللي محمر. خديته انا حمرته في الكوكوط اولا في الفران، خديته حمرته يعني غير في الدار، اما في الكوكوط اولا في الفران، حتى كتحصلوا على اللون المطلوب اللي كيعجبكم نتوما، يعني نتوما على حسب اللون اللي كتبغيوه كتستيوه هكايا في واحد شويه ديال الزيت باش كتعرفوا اللون اللي بغيتو. عندي هنا يعني انا في القوام عندي 5 كيلو ديال القوام، يعني كيلو ديال اللوز مع 2 كيلو ديال الكاوكاو 2 كيلو ديال الزنجلان. غادي نضيف فيهم 3 كيلو ديال الدقيق. خديت 3 كيلو ديال الدقيق تقريبا، انايا حمرت واحد 4 كيلو، ولكن راه كينقص ملي كيتغربل وملي كيتحمر دوك الكريكبات كاملين كيتحيدوا، كيبقى لكم تقريبا واحد 3 كيلو هكاك اولا 3 كيلو ونص. المهم انايا درت هنا 3 كيلو بالضبط ديال الدقيق محمر، وضروري ما يتغربل ويتعاود يتغربل هكايا باش ما كيبقاوش فيه دوك الحبيبات. هنا بالنسبه لدوك المكونات اللي وريتكم في الاول من بعد ما تطحنوا، هانتوما كيف كتشوفوا حتى كيتعلكوا كيجيو هكا معلكين. هنايا بالنسبه للمكونات الاخرى اللي خليت، عندي هنايا كيلو ديال اللوز، ولكن خديت منه واحد الرابعه غادي نخليها صحيحه غنضيفها في الاخير، اللي هرمشتوها نتوما. الكيلو ديال اللوز مقلي ومهرمش مع نص كيلو ديال الزنجان اللي خليته هكاك صحيح ما يكونش لا مطحون لا والو، ونص كيلو ديال الكاوكاو مخلط ما بين هذاك اللي محمر في الفران واللي مقلي في الزيت.
مهرمشين فقط، ما كنطحنهمش يعني بزاف باش كيجيو هكا باينين هكا في السلو ملي يتعجن. كنضيفهم على هذاك الطحين وعلى هذيك العقده. وهنايا غادي نضيف سكر كلاصي او سكر ثقيل، كيبقى على حسب الحلاوه اللي بغيتو. ما بغيتوش ديروا السكر ما ديروش، يعني على حسب الذوق ديالكم. صافي. وغادي نضيف هنايا واحد الكاس ديال العسل. بالنسبه للعسل حتى هو كيبقى اختياري، كاين اللي كيديروا كاين اللي ما كيديروش. من الاحسن هكا تستعملوا شي نوع يكون جيد باش كيعطيكم هكايا المذاق زوين. الدور ديال العسل انه كيعطينا التعليكه زوينه بزاف للسلو. تقدروا تكتفيو غير بالسكر كلاصي. صافي. هنايا غادي نخلط هاد المكونات كاملين، غنحاول انني ندخل ديك العقده مع هذاك الدقيق، نحاول انني نرملهم مزيان مزيان، يعني كتدلكوهم مزيان. وهنا عاد باش نشوفوا الكميه د الزيت اللي غادي نضيفو من بعد ملي كنطحنوا هذيك العقده كتطلق الزيت ديالها. لهذا ما غنضيفش الزيت في الاول حتى كنبدا نبدا هكايا نجمع اولا نرمل هذيك المكونات كاملين، كندخلهم هكا في بعضياتهم هكا كنحكهم هكا بين يدي. وهنا من الاحسن تستعملوا هكا شي اناء اولا شي قصريه تكون كبيره اولا شي بانيو هكا باش كتسهل عليكم تخدموهم بسهوله. صافي. هنايا غنحاول انني نرملهم على هذا الشكل هذا. وهنا غادي نبدا نضيف الزيت. انا عندي هاد الزيت هذه فاش قليت الكاوكاو واللوز هي اللي خليتها غادي نجمع بها سلو. نتوما غادي طيبوا الزيت عادي اولا داك الزيت اللي قليتو فيها ديال اللوز اولا كاوكاو كتخليوها. بالنسبه هنايا الاخوات اللي غيقولوا ان كاوكاو ما كيدارش في سلو، بالنسبه اللي ما بغاتش ديرو ما ديروش، ولكن راه رائع بزاف. انا كيعجبني المذاق ديالو. كاين اللي ما كيبغيش يديرو ولكن غير ديروه، راه كيجي غزال ما كيوقع له حتى شي حاجه، كيبقى هو. يعني كاين اللي كيقول يعني سلو اللي كيدار فيه كاوكاو كيغمل اولا كيطلق المذاق ديالو، ولكن راه بنين بزاف. انا بعدا كيعجبني والاذواق كتختلف. صافي. غادي نبدا هنايا نضيف شويه بشويه وانا كندلك ونشوف شحال. صافي. هنايا كنبدا نضيف شويه الزيت، ما كتضيفوهش مره واحده لان الا جرى لكم اولا خفاف لكم راه غادي توحلوا فيه. صافي. هنايا غادي نبدا نضيف حتى كنشوفوا وانا كندلك يعني مزيان. صافي. هنا من بعد ما دلكتو حصلت على القوام اللي بغيت انا ديال السفوف، غادي نغطيه وغادي نخليه. انا خليته واحد الليله تقريبا. وهنايا بالنسبه للوز حتى الاخير، بالنسبه للوز حتى الاخر عاد كنضيفوه. هنايا سلو من بعد ما خليته انا ليله غطيته مزيان وخليته واحد الليله، درتو يعني خلطته في العشيه وخليته بايت. ولا غد ليه في الصباح عاد وليت رجعت دلكته مزيان. هانتوما من بعد ما كتدلكوه راه كيطلق مع بعضياته وكيزيد يتعلق. هنايا كتضيفوا داك اللوز اللي كيكون صحيح باش كيبقى هكايا الداخل ديالو ملي كتكونوا تاكلوه كتلقاوه. وصافي. هنا من بعد ما كملته هذا هو الشكل ديالو النهائي كيفاش كيجي. راه كيجي رائع البنات في المذاق ديالو، كيجي معلك وزوين. بالنسبه للاخوات اللي ما كيبغيوش هكا يكون السلو ديالهم هكايا رطب بزاف اولا معلك، تقدروا تضيفوا دوك المكونات كاملين مهرمشين. بالنسبه للسفوف اولا سلو كديروا داكشي اللي كتبغيوه، داكشي اللي كيعجبكم. تقدروا تخلطوه بزيت الزيتون، تقدروا تضيفوا العسل الحره، داكشي اللي عندكم اللي كتبغيوه غادي ديروه. هنا شاركت معكم الطريقه ديال الوالده ديالي، الطريقه المعتمده عندها من الصغر، وحنايا هكايا يعني كناكلوه كيجي رائع البنات. هانتوما كيف كتشوفوا معلك، ما كيجيش مزيت بزاف وكيجي معلك رائع ملي كتاكلوا واحد المذاق اللي بنين بزاف ما تشبعوش منه. هنا زينته بشويه ديال اللوز، غنقسم معكم باش تشوفوه كيفاش كيجي من الداخل ديالو وتشوفوا التعليكه ديالو. هنا اخواتي غادي نخليكم باش تشوفوه كيف كيجي، ونخليكم الى فيديو. نتمنى من كل قلبي ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، طريقتي تعجبكم وتعتمدوها ان شاء الله وتردوا عليا. هنا اخواتي كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، خليت لكم الراحه والى فيديو جديد مع اقتراح جديد، وبسلام عليكم.